بقول لك يا توني، قول يا اخويا. احنا النهارده عندنا ملعب كوره. ماليش دعوه، انت لازم تيجي. بس انا ورايا كورسات ومذاكره، اروح ايه؟ ازاي؟ انك بتفكر في ايه؟ لا، هتيجي، انا هتيجي. ماليش دعوه. ما اصلي. ايه اللي ما اصلي ولا مش اصلي ولا اصلي ولا فصلي؟ انت هتيجي انا هتيجي، ماليش دعوه. هو احنا اساسا الفرقه كامله مش بس غير فرد واحد. طب والحاجات المتراكمه عليا هلحق اخلصها؟ خلاص هاجي ماشي. ولا توني، ايه يا اخويا؟ هنعمل ايه في الامتحانات اللي جايه دي؟ مش عارف ادينا في مادتين مزنوقين فيهم كالعاده يعني. بقول لك ايه، العيال كلموني اه. وعشان ننزل نتفرج ماتشات مع بعض. لا يا عم ماتشات ايه؟ كاس الامم. لا لا ترتيب. لا لا، نحاول نلم المادتين اللي علينا يا عم. يا عم هتلموا، ما تقلقش، مش صعبين يعني. بعد كده في حاجه صعبه عليك. اه في صعب عليا. مادتين ما يتلموش يا صاحبي. لا يتلم، يتلم. اسمع مني بس. بعد كده انت اتخنقت من مواد الامتحانات والقرف. فك عن نفسنا انت شويه. قربت بس المواد احنا لا، اخر مفيش سنه. مفيش بقى، بس مش بس هننزل فاكر مع النشاط مع بعضينا وخلاص، والنت منسكت. ايه رايك؟ طب هننزل امتى؟ قبل الامتحان ولا امتى؟ قبل الامتحان. ليله الامتحان؟ اه. بتهزر. يا عم ساعديني، يا عم النشاط ساعديني، يعني مفيش مشكله. انت قاعده معاكم بتبقى ساعتين برضه. يا طب عم طيب. لا، هنلمها ساعتين، ما تقلقش. ايه خلاص رايك؟ ماشي. ماشي. يلا بينا. اتفقنا. اتفقنا. ولكم يا شباب، ايه يا زميلي؟ عشان نتفق على خطوط العيد. بص، اي مكان قريب انا من رايي نروح جليم باي، قاعده رايقه على البحر، اكله لا لا، حلوه كده. لا. انا انت عندي عايز مكان تروح حلو. فين؟ فين الميلاد؟ يا عم بعيده. لا يا عم حلو. لا لا بعيده طب بعيده. ما تيجي نبعد، هتبقى يعني حلوتها بعدها. فين يعني يعني؟ خليها مثلا كفر الدولة. ابعد. ابعد ومواصلات اكتر. مش مشكلة، بس في حاجات حلوة أوي. لا ما زي جليم بلاد، جليم بلاد يا اقرب، عم ما لا، نروحش حلو. جليم بلاد. لا جامد صح. لا لا انا بص، انا ثابت على رايي نروح جليم باي لا يا عم خليها او تيفولي، حاجه قريبه من بعضها. لا لا، خليها جيم بلاك. بعد كده سمعت إن في عروض حلوة أوي في المحلات هناك. إيه انا رأيك؟ ثابت على رايي عامه. خلاص أنا معاك. جيم. يا عم. شايفين كده يعني. اه. يلا بينا. يلا بقى تقولي بقى. ده حلوة من غيرك والله. يلا. خلاص طالما الاغلبيه بتقول جليم بلاد لا فهروح جليم بلاد. قشطة. هو انا ليه بعمل كده؟ ليه دايما بيكون ورايا حاجات مهمة، ورايا حاجات متراكمة كتير بقى، ورايا حاجات ومشاوير تانية، وأنا أصلا ورايا حاجات كتير متراكمة. طب أنا ليه ما بقولش لأ؟ ليه؟ ليه لما لو قلت لأ إيه اللي هيحصل؟ ازيك يا صديقي. حابب اقول لك ان الفيديو ده متصور من اسبوعين، فالفيديو ده مش متصور جديد، بس احنا معرفناش ننزله ولا نمنتجه بسبب فترة الامتحانات والعيد بتاعت الاسبوعين اللي فاتوا، وانا بعتذر عن حاجة زي كده. وان شاء الله الفيديو ده يعجبك، وبعد كده تعرف ازاي تقول لا. يعني انا جاي لك كده ما بين الانترو والبتاع ده، واتمنى تكون الانترو برضك عجبتك. متنساش بقى تعمل لايك، ها؟ لايك واشتراك، شايفك. تفتكر ليه يا صديقي لازم تقول لأ؟ وهل لو قلت لأ ده بيقلل من قيمتك؟ يا عم افرض أنا قلت لأ، هل هخسر كتير ولا هكسب أكتر؟ لو عايز تعرف إجابات الأسئلة دي فأكيد الفيديو ده ليك. ازيك يا صديقي في حلقة جديدة، والنهاردة هنتكلم عن ازاي تقول لأ، وهنمسك الجزء الاجتماعي شوية وجزء العلاقات وكده. الفترة الجاية هو حوالي 5 6 7 8 9 10 فيديوهات كده، وبعد كده نبدأ بقى في الذات وتعفن المخ والإدمان والروتين والحاجات الصعبة أوي اللي أنا مش قدها الصراحة دي. فما تنساش يا صديقي تدعمنا بلايك وشير كومنت اشتراك في القناة عشان نفضل نستمر وننزل لك كل جديد. معانا الخميس الساعة 3 أو 3 وشوية يعني. خلاص على كده. من واحنا صغيرين يا صديقي كان دايما بيتقال لنا إن عشان تبقى شاطر لازم تقول حاضر ونعم بس. بس لما كبرنا الموضوع مختلف شوية أو شويتين الصراحة. أنا مش ضد الكلام ده، بس ده واحنا صغيرين. لما كبرنا في حاجات كتير لازم نقول عليها لأ يا صديقي. لما تقول لأ دي حرية واستقلالية، وصراحة يعني من رأيي بتنقذ صحتك النفسية والجسدية من حاجات كتير أنت ممكن تكون في غنى عنها. تعالى يا صديقي نخش في الأسباب بتاعت إحنا ليه ما بنعرفش نقول لأ. تفتكر بقى يا صديقي إيه هي الأسباب اللي بتخلينا ما نعرفش نقول لأ؟ هقول لك. أول حاجة بنشعر بالذنب، ده بيخلينا إن إحنا خايفين من الرفض، وإننا ما نتقابلش ونفقد احترامنا ويبان علينا إننا مش ناس تعاونيين ومش بنتعاون مع الناس. وده يودينا لحتة معينة إن إحنا بنخاف من الفشل،
في العلاقات، وده بيأثر على العلاقات بتاعتنا، وده برضك من الحاجات اللي بتخلي عندنا رهاب اجتماعي وبتعمل علينا ضغط اجتماعي، فبنقعد في البيت ما بنعرفش ناخد قرارات ولا لا. وده كله بقى يا صديقي تتوقع بيحصل ليه؟ تتوقع بيحصل ليه؟ عشان احنا مش حاطين اولويات في حياتنا واهداف. كل اللي بيحصل ده وكل الاسباب اولها انك مش حاطط اولويه. يعني انا مثلا حاطط اولويه يوم السبت اللي انا بصور فيه ده، ان اولويتي يوم السبت هي التصوير، بعد كده شغل او مذاكره، بعد كده مثلا صحابي. فهل لو صحابي كلموني او اي حاجه حصلت غير يعني الحاجات الطارئه، فهل لو صحابي كلموني انا كده خلاص هنزل معاهم؟ لا، الاولويه عندي هي التصوير. تعالى بقى يا صديقي نقول الحلول. بص يا صديقي، لما تقول لا انت كده بتخدم جسدك وصحتك وحياتك واولوياتك. انت لما تقول لا انت مش بتعيب اي حاجه من اللي احنا قلناها. مفيش قله احترام، مفيش انك نقول ايه، انك تبان مش راجل تعاوني او حاجه كده. لا، عادي جدا، عادي جدا طالما في اولويات. فالحلول ايه؟ حط اولويات، ظبط وقتنا، ولو مضطر في موقف تقول او مثلا عايز تقول لا بس مش عارف تخلع، قول لا بشياكه. يعني مثلا قول لا باسباب، مثلا يعني قول سبب عشان تعرف تقول لا. مثال، عايز تذاكر تقول لا انا عايز اذاكر عشان عندي امتحان بكره فمش هينفع اجي معاك. مزنوق في الماده والله، يعني عارف بكره الامتحان ويا دوبك الحق المها. يعني حط اي حاجه عشان بس اولوياتك اهم يا صديقي. في النهايه يا صديقي حابب اقول لك ان لو فضلت مركز على اولوياتك وحياتك واهدافك تلقائيا انت هتقول لا، لانك عارف اولوياتك فين. في النهايه حابب اختم بمقوله من كتاب كيف تقول لا، وبتقول كل نعم لغيرك هي لا في حياتك. وبس كده يا صديقي، سلام. انا من رايي نروح حته قريبه. مين بيه؟ يا جدعان ما خلينا نبعد كده، خلينا كارفور يعني سيوف. انا من رايي مكان قريب، جرين بلازا. يا مجانين. ايه يا جدعان، ما بعيده، نخلينا بعيده قوي نبعد. يا ابني جملتي. شيء مش طبيعي بجد. قلت كلام المشهد كله. نروح مكان قريب، فين يعني؟ جرين باي، قاعده رايق. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. بس دي مش كات، ده مسح فيديو. لا بص، كده كده ما إيه؟ تشيلهاش ورجع، كده قفل.